اول حاجه غادي نديرو كاسه العنبه ديال السكر، غنديروها في واحد المقلاه وغادي نوضعوها فوق النار بدون تحريك حتى يبدا يذوب لينا السكر، عاد نبداو نحركوه حتى يبدا يدير داك الماء ديالو، عاد نبداو نحركوه خليوه هكا حتى يذوب راسو. ها هو من بعد ما بدا تيذوب هذاك السكر دابا عاد غادي نبداو نحركوه هكا حتى كيذوب لينا بشكل نهائي كامل صافي. وغادي نضيفو دابا اللوز، الكميه اللي بغيتو ديال اللوز صافي، وغادي نبقاو نحركوه هكا حتى يتلبس على داك اللوز كامل داك الكراميل ويتعسل لينا. هذا هو الشكل صافي باش كنحبسوا عليه الطياب. صافي غادي نجيبوا واحد ورق ديال الطبخ سيلفيغيزي، غادي ندهنوه شويه بالزيت وغادي نصبوا هاد اللوز اللي درنا له اللوز بالكراميل، اللوز كراميليزي على هاد الشكل هكا، وبسرعه كنحاولوا نبقاو نوزعوه باش دغيا يبرد لينا هكا. وراه دغيا تيبرد دغيا تيشد راسو. بالنسبه لاكلاص ديالنا غادي نحتاجو كريم شونتيي تكون بارده، وغادي نحتاجو الحليب نص سيطره الحليب غادي يكون حتى هو بارد، يعني ها نتوما راه شوفوا فيه نقاطيط الماء يعني راه بارد بزاف في الفريغو. وغادي نحتاجو جوج ديال العلب ديال فلون كراميل. غادي نطلعوا الكريمه بعدا غادي نخويو، وبالنسبه لهادو يكونوا باردين يعني في الفريغو نحطوهم حتى يبردوا مزيان باش تنجح لينا ودغيا طلع لينا هاد الكريم شونتي. خاصت هادي تكون بارده، ها نتوما الا شفتوها راه كانت ديجا في الفريغو، وتا هاد نص سيطرو الحليب راه كان في الفريغو حتى هو، يعني راه جامد باش دغيا كتطلع لينا الكريمه بسهوله. ها نتوما ها القطع ديال الثلج عاد كتنزل، قطع ديال الثلج واليدين الباتور حتى هما يكونوا باردين. من بعد ما طلعت لينا الكريمه ديال شونتيي دابا غادي نضيفوا ليها جوج ساشيات ديال فلون كراميل، وغنضيفوا جوج ديال دانيت، من بعد ما يبسات لينا هذيك بردات لينا النوكا حيدناها من الكاغيط ديال الطبخ ودرناها في واحد البلاستيك، وغادي نجيبوا واحد التلاك بحال هكا وغنحاولوا نبقاو نهرسوا هكا. دابا غادي نضيفوا لهاد الكريمه ديالنا، ها حنا هرمشنا هذاك اللوز كراميليزي غادي نديرو النص ونص نخليوه للتزيين، وغادي نضيفوا حتى هنا غادي نضيفوا النصف ديال الشوكولاط والنصف نخليوه للتزيين وشي حبات ديال اوريو. دابا غنوضعوا النصف هنايا والنصف نخليوه للتزيين هكا. غادي نحركو كيجي هاد الكلاص خطير وزوين، ممكن ديروا للضيوف ديالكم تزينوا به الفواكه الديسير، ديروه فوق الديسير كيجي غزال، كيطيح اقتصادي الا صوبتوه في الدار، اما الا شريتوه راه الثمن طالع. ودابا مع هاد الازمه راه كلشي طلع، الاثمنه كلشي طلعوا. دابا هنا غادي نضيف نصف عاود ديال الشوكولاط ونص نخليه للتزيين، وهاد الحبات حتى هما اوريو غادي نحاول هكا نهرسهم صافي. وغادي نخلط
كيكون عندنا صافي هذا جاهز. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كنخلطوه. كنحصلوا على هذا الشكل هكا. كنجيبوا واحد الطبسيل وكنجيبوا هكا سيركل وكنديروا له هكا السلوفان من التحت من فوق، وعاد غادي نقلبوا على هذا الشكل هكا. نثبت هذا الاول على هذا الشكل، وغنزيد واحد اخر من هذه الجهه هذه. الجوانب وتنقلبوه هكا. كنزيروه بعدا مزيان هكا صافي. وغادي نصبو فيه هاد الخليط ديال الكلاص ديالنا. كنحاولوا نقادوا له السطح ديالو يجي مقاد هكا باش ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه. نحاولوا نقادوه على هذا الشكل هكا. حاولوا تبقاو تدوروا باش الجهه اللي جات طالعه كتمشي كتقاد مزيان. وانتوما كتقادوا وانتوما كتشوفوا الجهه اللي بانت لكم طالعه كتعوضوها، يعني كتقادوها مزيان بحال هكا. وغادي نغطيوه دابا بالسلوفان باش ما يشمش لينا الريحه ديال الفريغو. صافي. وغادي ندخلوه دابا للمجمد 6 سوايع او ليله كامله. يعني الا درتوه بالعشيه تخليوه ليله كامله حتى الغد، ولا المهم المده الاقصى مده هي 6 سوايع غادي تجي. من بعد ما خرجنا لاكلاص ديالنا يعني في جمد لينا في المجمد، حيدنا له الاطار ديالو، حيدنا البلاستيك اللي كان فيه. دابا غادي ندوزو للتزيين. هذاك اللي خلينا داك اللوز كراميليزي مع داك الطريفات ديال الشوكولات غادي نحاولوا نزينوا بهم هنا في الجوانب هكا على هذا الشكل هكا. فهو كيجي رائع لا في المذاق ولا في الشكل ديالو، كيجي غزال. ممكن تقدموه فوق مع الديسير للضيوف ديالكم كتحليه كديسير كلاكلاص. كيجي غزال لا في المذاق. جربوا بهذه الطريقه اللي درت لكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم. كنزيدو نزينو هكا بطريفات صغار ديال الشوكولا. ممكن تستعملوا داك الشوكولا بيبيت صغيره، انا هنا استعملت غير هذا اللي متوفر عندي دابا.
نتوما ديروا داك البيبيت كيجي حسن. صافي بهذا الشكل هكا. وغادي نزينو هنا بهاد الكريات ديال هذا. ديجا هاد الكلاص هذا عندي ديجا ديال الشوكولاط في الثلاجه، ها هو ديجا عندي موجود. غادي نحاول ندير كره منه بهذا الشكل هكا. طيح على دوك من بعد ما زيناه على هذا الشكل هكا بداك الكريات، دابا غادي نزينوه نثبتوه بهذا لي سيجار. ممكن ديروا واحد هكا في الوسط، كتثبتوه نيت بهذوك على هذا الشكل هكا، وكتثبتوه بلي كلاص. كتحاولوا هو راه رطب، كتحاولوا تقادوه باش يتثبت، باش يبقاو راسيين على هذا الشكل هكا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاكلاص ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ولا عجباتكم الوصفه ديال اليوم اكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم، ودعموني بلي لايك وباشتراك وبلي بارطاج مع الحباب والصحاب ديالكم. اشتراكات بالنسبه للناس اللي عاد دخلوا جداد، هذا فضلا منكم وليس بامر. مزيد من التشجيعات باش تزيد القناه القدام ان شاء الله. ولا عجبكم محتوى القناه دعمونا ان شاء الله. وشكرا لكم على المشاهدة، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.